انا هاخد كورس علشان اطلع معالج نفسي، او هاخد كورس ارشاد نفسي، او هاخد كورس عشان ابقى مشير. دي حاجات حلوه وكتيره وبقت موجوده كتيره قوي في مجتمعنا، بس ممكن تبقى خطر بالنسبه للشخص اللي بياخدها او الشخص اللي هيروح للشخص اللي بياخدها. ليه؟ لانه في مجتمعنا الموضوع ده بقى كتير جدا وبقى اقرب للموضه، وكتير من اللي بيروحوا يدرسوا الكورسات دي بيبقى الاحتياج الأساسي الداخلي عنده إنه يحل مشاكله النفسية، بس ما بيقدرش يعترف بده قدام نفسه، أو ما بيبقاش واعي بده قوي، فيبتدي يروح ياخد معلومات نفسية. بس في فرق كبير قوي ما بين إن أنا آخد معلومات نفسية وإن أنا أتعالج واشتغل على مشاكلي الداخلية. مهم جدا لو هنروح لحد معالج إن احنا نبقى عارفين إن هو معالج معتمد وقضى سنين في الدراسة. لكن الكورسات المختلفة دي ممكن حتى تعطل نمو الشخص اللي بياخدها. يعني شخص عنده مشكلة بيتهيأ له انه لما يحضر الكورس ده ورا الكورس ده ان هو بيتغير وخف ويقدر كمان يساعد ناس، وده مش حقيقي. هو بيعمي عينيه عن مشكلته الداخلية.